أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. تعالوا بقى بينا الجو، خلاص داخلين على الشتاء اهو. هو اليومين اللي فاتوا كان الجو ساقع بس رجع حرر تاني. قلنا نعمل ايه في اليومين الساقعة دول؟ قلنا نعمل بقى ايه؟ العدس الجميل ده. طبعا دي أكلة مصرية جميلة وكل بيحبها، والشتاء ما يخلاش منها من أكلة العدس دي. جبت العدس وغسلته كويس جدا، وبعدين غليت المية وحطيته، وجبت جزراية مبشورة، طماطمية مبشورة، بصلاية مبشورة. أنا بحب أبشرهم بصراحة عشان إيه؟ ياخدوا الطعم كله ويتهروا مع العدس. وحطيتهم بقى في قلب الحلة، وطبعا في الأول قشطت طبعا الريم اللي بيطلع، وبعدين حطيتهم في الحلة زي ما احنا شايفين، واسيبها بقى مع بعضها لحد ايه ما العدس يستوي. خلاص كده العدس بتاعنا ايه؟ استوى. وطبعا انا ما بحطش الملح والفلفل والكمون دلوقتي خالص. استوى اهو. هبدأ بقى اطفي عليها كده. خلاص خلصت، طفيت عليها اهو. هضربها بقى في ايه؟ في شفشق الخلاط. عندك هاند بلندر اضربيها، عندك خلاط اضربيها، بس ما تحطيش في الخلاط الا لما يا حبيبتي، الا لما تبرد خالص. بردت بقت دافيه كده، اروح حطاها ايه وضربها. ضربتها في الخلاط وحطيتها في قلب الحله زي ما احنا شايفين. ما تنسوش بقى اللايك، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه فضلا وليس امرا. وعندنا الملح والفلفل والكمون، هم دول بس التوابل اللي بحطها فوقيه. هتاكلي عدس بقى روعة. بس خليكوا بس معايا للآخر، هتشوفوا الطريقة بتاعتي وهتعجبكوا والله. هجيب بقى معايا طاسة كده احمر فيها. احط لسان عصفور، انا بحب احط لسان عصفور وشعرية. جبت معلقة زيت كده كبيرة، وحطيت فيها لسان العصفور والشعرية زي ما احنا شايفين اهو. وهبدأ بقى ايه؟ احمر. توطي بقى كده وتحمري بقى ايه لحد ايه ما ياخد اللون الجميل اللي انت شايفينه ده. والعدس طبعا على النار بيغلي. هبدأ بقى انزل بالشعرية ولسان العصفور اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وتني بقى ايه ايدي بقى فيها كل شوية اقلبها. يعني ممكن تغسلي حاجه في الحوض بقى، الحاجات اللي عندك تغسلي حاجه في الحوض وتيجي تقلبيها، تعملي اي حاجه وتيجي تقلبيها. ما تسيبيهاش بقى ايه، عشان ايه الشعريه ولسان العصفور ما يلزقش من تحت لحد ما يستوي خالص. انا لقيتها تقيله شويه فحبيت ازودها شويه ميه. هنا عندي في طبق بشرت بصلايه، بصلايه متوسطه كده مع شويه زيت ومعلقه سمنه، وطشتهم الاخر في قلب العدس بعد ما لسان العصفور والشعرية استوى. دي في الاخر. والله هتاكلي طبق عدس، بصي هتدعيلي بألف هنا اللي هياكل. هنشوف، احنا لسه ما خلصناش، هنشوف هنعمل ايه بقى تاني. كده خلاص انا خلصته وهي ايه، وهبدأ اطفي عليه. هنشوف هنعمل ايه كمان. بالله عليكم ما تنسوا ما تنسوش اللايك، الله يكرمكم. هنجهز معانا، جبت توم وجبت عيش قطعته، هقصه بالمقص. المقص ده مخصصه بس للعيش. وحمرت العيش، وجبت تومه
هتحطي بقى معلقه زيت، معلقه سمنه زي ما انت حابه، والخل. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الريحه الجميله اللي طالعه، خل والثوم بقى. وعملت التسقيه بتاعتنا الروعه، وحطيت عليها خل وثوم والله العظيم، ولا تقولي لي احسن من اي طبق لحمه كمان. والله الطعم كان روعه. ومجهزه طبعا البصل بتاعنا، وحاطه فوقيه شويه خل وعصره ليمونه زي ما احنا شايفين. البصل جميل اهو. وهنا عامله برضو شوربه، لان الحاج عندي بيحب الشوربه، ما بيحبش اللي يحط العيش فوقها كده، لا يحب كده الشوربه بس كده ياكل. وعندي العيش الجميل اهو. وبألف هنا للي هياكل. واقول لكم ايه، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.